النهارده بقى جبت لكم كنز من كنوز المطبخ. تفريز التوم المفروم في وقته وموسمه الصح عشان يفضل ابيض زي ما هو ومن غير ما يغير لونه خالص. مش بس كده، كمان هنعمل مع بعض توم باودر في البيت بكل سهولة وبطعم اقوى وانضف من الجاهز. وصدقيني بعد الفيديو ده مش هتشتري توم جاهز من بره تاني. لو عايزة توفري وقتك وتخلي كل اكلك جاهز وسريع، الفيديو ده معمول لك. ما تنسيش الاشتراك عشان دايما اجيب لك احلى وابسط الحيل والوصفات. في البداية هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هعمل معاكم النهاردة 2 كيلو توم، ومش دي الكمية كلها اللي عاملاها يا جماعة. أنا عملت كمية كبيرة قبل كده، فرستها قبل كده بشهر، وللأسف هقول لكم إيه المشكلة اللي أنا وقعت فيها. التوم الموجود حاليا ومال السوق هو ده التوم البلدي، توم التفريز يا جماعة، أو بمعنى أصح توم الخزين. ده اللي مهما تخزني منه عمره ما هيبوظ منك ولا هيتغير لونه، وبيفضل لونه أبيض وجميل سنة كاملة. أنا جبت التوم وقطعت نص العرش كده زي ما انتم شايفين. نص ده بيبقى ناشف يا جماعة، العيدان دي بتبقى ناشفة. قطعتها بالمقص واستبعدتها، وبقيت راس التومة كده بالجزء اللي موجود فيها الأخضر ده احنا هنستخدمه. هنعمل منه دقة حلوة قوي وهنفرصها، هتنفع معانا بقى لدقة السمك أو دقة البتنجان، وممكن كمان نحط منها على المحاشي. هتنفع معانا في حاجات كتيرة، يعني بمعنى أصح كده احنا مش نهدر التوم اللي معانا، احنا هنستغله كله. حتى الورق هنعمل منه أحلى توم باودر، ينفع معانا في كل حاجة، وأحسن وأجمل من الجاهز بكتير، وأوفر كمان. بنضف التوم في الأول زي ما انتم شايفين. الورقة الخارجية دي أنا باشيلها عشان بيبقى عليها ترابة وطينة، وباشيل الجزء الفوقاني اللي فوق التومة زي ما انتم شايفين، يعني بخلي التومة زي الفل. أي ورقة على التومة بحس إن عليها ترابة كده ومش نضيفة، بشيلها وبستبعد لحد ما أوصل لجزء نضيف. احنا عايزين التوم اللي معانا نضيف خالص ومعلش أي أتربة، وده يا جماعة علشان التوم ما بينغسلش، يعني احنا مش هنغسل التوم بعد ما نقشره. علشان كده على قد ما نقدر نحاول ننضف التوم اللي معانا لحد ما نوصل للجزء النضيف الموجود في التوم. وبنضف بقية التوم بنفس الطريقة لحد ما اخلص كمية التوم اللي معايا كلها. الخطوة اللي بعد كده هجيب التوم اللي احنا نضفناه وبالسكينة بقطع الجزء الأخضر اللي في راس التوم واحطه في طبق لوحده، وبقيت راس التوم بقشرها باخد القشر احطه لوحده زي ما انتم شايفين. وبقيت راس التوم اللي هي الفصوص بقسم راس التوم بالسكينة من النص. بيقابلني في راس التومة كده عود بيبقى ناشف زي ما انتم شايفين كده، ده بنستبعده خالص علشان ده ممكن لا قدر الله يبوظ الكبة أثناء فرم التوم. ولو قابلني قشور كده بين الفص وبعضها بحطها على القشر احنا حطيناه في طبق لوحده عشان اعمل منه التوم البودر. وفصوص التوم دي يا جماعه احنا مش بنقشرها، احنا بنفرم التوم بقشره. توم الفرم القشر بتاعته بتبقى لسه خضرا، هي طريه بتنفرم بكل سهوله. وانت بتجيبي توم التفريز هاتيه التوم الاخضر عشان ما تهدرش منه حاجه وتستفيدي بكل كميه التوم. وبالنسبه للعيدان الخضرا اللي احنا قطعناها من راس التوم دي بنقطعها هي بالسكينه هي كمان، وبنشيل بقيه العرق الناشف اللي في قلب التوم اللي احنا شلناها من راس التومه قبل كده. وبخلص بقية كمية التوم اللي معايا كلها بنفس الطريقة، التوم لوحده والقشور لوحدها والعروق الخضرا كمان لوحدها. الخطوة اللي بعد كده أول حاجة هنعملها هننشف قشر التوم. 2 كيلو التوم اللي معايا طلعوا لي كمية حلوة كده من القشور. هحضر صينية ألمونيوم تدخل الفرن وأحط عليها قشور التوم زي ما انتم شايفين وأفرد عليها، وهولع فرن البوتاجاز وهسخنه كويس وهطفيه، وهحط الصينية اللي عليها قشر التوم في الفرن لحد ما ينشف. وخلي بالكم يا جماعة أنا قلت قبل ما أحط قشر التوم أنا هطفي الفرن علشان قشر التوم ما ينحرقش. حضرت الكبة وهحط فيها التوم اللي معايا، هحط فيها الكمية كلها زي ما قلت لكم قبل كده. الكمية اللي معايا 2 كيلو من التوم. هضيف لكل كيلو توم معلقتين كبار مليانين من السكر. هضيف كمان 4 معالق كبار مليانين ملح. هضيف 4 معالق مليانين خل و4 معالق زيت. بكده يبقى كل كيلو توم بياخد معلقتين سكر و4 معالق ملح و4 معالق زيت و4 معالق خل.
والإضافات دي كلها إضافات طبيعية، وفي نفس الوقت بتبقى مواد حافظة للتوم. وهنشغل الكبة ونضرب التوم علشان نفرمه. واحنا بنفرم التوم كده بنفرمه يا جماعة فرم خشن، يعني مش بنخليه ناعم قوي، عشان احنا عارفين طبعا ان الكبة ممكن تخليه عصير مننا. فانت خلي بالك كده وانت بتفرميه، بتغسلي الكبة كده وبتشوفيه وبتشغليها تاني لحد ما توصلي لدرجة الفرم اللي انت عايزاها. ولو انت عاملة كمية كبيرة هتفرميها كلها بنفس الطريقة. تمام. هفضي التوم اللي انا فرمته في طبق، وزي ما انتم شايفين التوم لونه ابيض وجميل. ست شوية صغيرين كده من التوم المفروم في الكبة، وهضيف عليها عيدان التوم اللي معايا، العيدان الخضراء اللي احنا قطعناها من رؤوس التوم، وهحطها في الكبة زي ما انتم شايفين. هضيف عليه قرنين فلفل احمر، هضيف كمان قرنين فلفل احمر، هضيف عليه كمان معلقة سكر وتلات اربع معالق ملح وشوية خل وشوية زيت. دي الدقة اللي هنعملها، وهنحتفظ بيها في الفريزر، وهتنفع معايا كل حاجة زي ما قلت لكم. وهنشغل عليها الكبة كده وهنفرمها. الدقة ديت ريحتها حلوة جدا، وبتنفع معاكم في حاجات كتير، وبتوفر عليكم وقت ومجهود. وبعد ما فرمتها ونعمتها هفضها في طبق، وهضيف عليها معلقة كبيرة مليانة من هرسة الشطة، وهقلبها كويس على الثوم والفلفل. الخلطة دي بتبقى حلوة أوي زي ما قلت لكم، وبتنجز معاكم في كل حاجة، وتوفر عليكم وقت كمان. وهحضر البرطمان اللي عباها فيها، وبعد ما احطها في البرطمان هقفلها كويس، وهدخلها الديب فريزر، وهطلع منها عند الاستخدام. وهحضر برطمان تاني عشان اعبي فيه التوم. ومتقلقوش خالص من البرطمانات ديت، هي بتوع الفريزر كده مش بتفرقع. انت ممكن تعبي التوم المفروم ده في اي علب تكون موجودة عندك، او علب تلاجة، وتدخلها الديب فريزر. وممكن كمان تحطها في اكياس، وعند الاستخدام تفضلها في برطمان كده وتستخدمي منها. تقدري تحتفظي بالتوم بالطريقة دي في باب التلاجة، وتستخدميها شهر، بس مش اكتر من كده، لان لو سبتها اكتر من كده هتبوظ منك ولونها هيتغير. وبعد ما عبينا التوم هنقفل البرطمانات كويس، وهندخلها على الديفريزر على طول. وعند الاستخدام بنطلع ناخد منها كده ونغطيها تاني وندخلها الديفريزر. مش بنسيب برطمان التوم كتير بره عشان التوم ما يفسدش. في الوقت ده كان قشر التوم نشف زي ما انتم شايفين، وهتلاحظوا ان كل ورقة فيها من شكل، ورقة حمراء، ورقة خضراء، ورقة صفراء. قشر التوم ما بينشف لونه بيتغير، وبتلاقي كل ورقة فيه من شكل، مفيهاش قلق خالص. بعد ما نطحنه هيبقى لونه زي اللي بنشتريه من بره، وأحلى كمان. هحضر مطحنة الخلاط، وهحط فيها معلقة كبيرة مليانة من الملح، وهحط شوية من قشر التوم على الملح، وهحط مطحنة الخلاط وهطحنه طحن ناعم. والملح هنا يا جماعة هو اللي يحفظ لي التوم البودر، هو اللي يخليه ما يجمدش مني ولا يكتل. بجيب مطحنة الخلاط وبحط عليها شوية من القشور تاني، وبرجع اضربهم تاني عشان مزودش ملح كمان. وبشغل الخلاط كده واطحنه طحن ناعم لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. بحضر طبق وبحضر فيها مصفى علشان انخل قشر التوم اللي طحنته. انا عايز اعمل بودرة توم زي اللي بشتريها من بره بالظبط. بركن الناعم اللي في الطبق على جنب، وباخد الخشن اللي بيتبقى وبحطه في مطحنة تاني وازود عليه، وبشغل الخلاط تاني وبضربه لحد ما ينعم وينقره بنفس الطريقة. وبطحن كمية قشر التوم اللي معايا كلها بنفس الطريقة لحد ما اخلصها. عايزة اقول لكم ان كانت ريحته قلب المكان، وكانت نفاذة جدا، ومفيش وجه مقارنة بينه وبين اللي بنشتريه من بره. ده احلى وانضف طبعا، واوفر كمان. احسبيها بقى وشوفي، هتلاقي وفرت كتير. ده غير انك عملت حاجة كويسة ونضيفة ومضمونة كمان. وربع معلقة بس من التوم البودرة اللي احنا جهزناه، مش هتحتاجي اكتر منها على اي وصفة انت بتعمليها، لان زي ما قلتلك ريحته نفاذة جدا.
وكمان مش منضاف عليه أي حاجة تانية، يعني توم باودر طبيعي. ودي كانت كمية التوم البودر اللي أنا عملتها قبل كده من شهر زي ما قلت لكم. هفضيها على بعضها كده وهقلبها وأعبيها في البرطمان تاني، ومش هحفظها في التلاجة، أنا هحفظها بره مع التوابل. يلا بقى هاتوا كمية التوم اللي انتوا محتاجينها وفرزوها بنفس الطريقة. وتسلم ايديكم مقدما، ويا رب أكون أفدتكم ولو معلومة بسيطة. وأشوفكم الفيديو الجاي بخير إن شاء الله.